تفتكروا محمد هاني بيقول إيه لزيزو بعد ما سجل بقى الهدف الوحيد لمنتخب مصر، وزيزو بسم الله ما شاء الله نِفْسه مفتوحة، وتاني هدف ليه مع منتخب مصر، هدف في أثيوبيا وهدف النهارده في سيراليون. زيزو بعد ما كان بيروح منتخب مصر ما كانش فيه أي أداء ليه. تفتكر محمد هاني بيبارك له على تجديده لنادي الزمالك والّا عشان وقّع للنادي الأهلي؟ يا جماعة حد يقول لنا في التعليقات محمد هاني كان بيبارك لزيزو على إيه بالضبط، ووشوشه وزيزو فرحان أوي وبيضحك. أصل إحنا أول مرّة نشوف زيزو في منتخب مصر كده. يعني زيزو أيام لمّا كان بيلعب في نادي الزمالك كان بيروح منتخب مصر تحصيلة حاصل، ولا كان بيسجّل ولا بيلعب لكن زيزو المرّة دي بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه، نمسك الخشب. يعني مقطّع الدنيا، هدف في أثيوبيا وهدف أمام سيراليون، وأداء ولا أجمل ولا أروع من زيزو. وزيزو النهارده أهدر طبعًا تسجيل الهدف التاني بعد ما حطّها لتريزيجيه وتريزيجيه ضيّعها. بس أنا حابب أقول شيء، إن الوضع اللي إحنا شايفين عليه زيزو ده، زيزو نِفْسه مفتوحة لإن خلاص عرف مصيره. هو مصيره مش مع نادي الزمالك، هو كده مصير زيزو مع النادي الأهلي. وأكيد طبعًا محمد هاني بيداعبه وقال له: يا كابتن زيزو بعد ما جيت النادي الأهلي وخلاص اتأكدت إن أنت تلعب في النادي الأهلي، نِفْسك اتفتحت وبقيت بتسجّل أهداف. فالكلمة عجبته، فزيزو ضحك. كل سنة وأنتم طيبين، وابعتها له لكل زملكاوي.